اليوم الصبح أنا وجاي لهون تحشر في زلمة على الطريق، كانت لهجته لبنانية، لا حمصية ولا حلبية، وبالعلامة كان لابس بدلة كوا أمن. لبنان مش قادر يتحمل كلفة اللاجئين السوريين، مع أساس هو فتح لهم أوتيلات ببلاش. ليلي عازز عالبه كثير موضوع الاغتصاب والتحرش الجنسي، معلش وظف لي طاقتك بقانون يجرم المغتصب شو ما كانت جنسيته، إن كان سوري ولا إن كان لبناني. ديموغرافيا، توزيع سكاني، نسبة ولادة عالية. طب ليك جيب لي كهرباء ومي، مو بقى بدي منك شيء. سمعت انه الاقليات خايفين من التوتين، لك لو كنا وطن ما كانوا حسوا حالهم اقليه. بكفي نقع موضوع اللاجئين، ما حدا طالب منكم تتكفلوا فيهم بأي شيء، بس على القليلة لما يجيهم مساعدات من برا ما تبقوا تدبوها بجيوبكم. هن اجوا لأنه هربانين من القصف، بتعرفوا شو يعني قصف؟ ليك خيي جاي تحكيني عن الأمن؟ ما وقت عملوا شهر أمني 4 بنوك انسرقت وطريق المطار تسكرت وباقي الطرقات حرقوها، دخلك وين كانوا السوريين؟ والله طرابلسية أحق من السوريين بالمصاري. ما صار لي 20 سنة عايش بطرابلس ولا مرة شفت شيء من الدولة. اللي بيسمعك بيقول كل 3 امتار في فيلا. هلا انه عن جد الحق على السوري اللي جبرته ظروف يجي يشتغل محلك بساعات اكثر ومعاش اقل، او الحق على اللي عم بيشغله اللي بده يربح على ظهره، او اصلا الحق على الدوله اللي مش عامله قانون عمل يحمي الموظفين. إذا دولتي ما قادرة تقوم بحالها بيكون الحق على دولته وسيادته ومعاليه وفخامته، ما تجي تكب كل عزة وتقصيرها على اللاجئين. عيب.